الناس القادرة، الناس الفاشلة، الناس اللي كل سنة تحط لنفسها جدول وتقول أنا همشي عليه من بكرة، همشي عليه من بعد بكرة، هريح شوية وهقوم أكمل مذاكرة. الناس اللي دايما بتحط خطط فوق قدراتها وما بتعملش بيها. فتعالوا معايا عشان أنا عندي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوني يا جماعة، بالنسبة للناس اللي مخلصة من شهر 8 ومراجعة 5-6 مرات والدنيا متظبطة معاهم وكل حاجة تمام، فانا بوجه لكم تحيه. انتم ناس زي الفل وكلنا نتمنى نبقى زيكم، بس الفيديو ده مش ليكم، فاتفضلوا اطلعوا بره. مع السلامه. بالنسبه للناس اللي يعني شويه متاخرين في المنهج وقربوا يخلصوا وبيناموا الساعه 9 وبيصحوا 5 الفجر والحاجات الكيوت دي، فبرضو الفيديو ده مش ليكم، وتفضلوا اطلعوا بره. مع السلامه. في فيديوهات كتير على اليوتيوب عن كيف تنظم وقتك وكيف تصنع جدولا والحاجات الحلوة الجميلة الكيوت دي كلها، روحوا اتفرجوا عليها. بس الفيديو ده مش ليكو، الفيديو ده بخاطب بقى ايه الناس اللي ما فتحتش اي حاجة في ثانوية عامة من اول السنة خالص. اليوتيوب مليان فيديوهات ازاي تراجع وازاي تعمل كل حاجة، لكن ما فيش فيديو للناس اللي ما بدأتش اي حاجة خالص. فانا قررت اعمل فيديو للناس اللي هي يعني بدأت ثانوية عامة داخلة تايهة ولحد دلوقتي تايهة وما تعرفش اي حاجة في المنهج. اعزائي الاهل، انا طبعا عارف ان انا المفروض ما اشجعش على حاجة زي كده، وعارف ان المفروض ما نوصلش للمرحلة دي ولا نسيب نفسنا للدرجة دي، وكلنا نفسنا نبقى ناس كويسة. وبالعكس انا مش بشجع على كده، كلنا نفسنا نبقى ناس احسن وناس كويسة، ودي حاجة طبيعية. بس احيانا الظروف كده بتجبرنا ان احنا نقع في مراحل سيئة في حياتنا بجد. ربنا مثلا مش كاتب لنا ان احنا نذاكر في الوقت ده، يعني هل هنعترض على كلام ربنا؟ او مثلا ان احنا طاقتنا ونفسيتنا كان عندنا مثلا اكتئاب او مشاكل نفسية خلتنا ما نعرفش نذاكر، ودلوقتي عايزين نسعى في ان احنا نعمل اي حاجة. المهم تعالوا نبدأ الفيديو. بس انا بعتذر الاول على صوت الدوشه اللي جايه من بره، ده من المدرسه اللي في وش البيت. ثانيه واحده هوريكم. بصوا يا جماعه، والله حرفيا يعني بقالي بتاع ساعه بحاول ان انا اصور منهم، بس خلاص يئست يعني، فانا هكمل الفيديو وهم بيلعبوا. بصوا بقى دلوقتي الجدول نزل. دلوقتي انا يعني عايزكم تحطوا في دماغكم ان انتوا في مرحله حرجه، مفيش وقت لاي حاجه تانية. تمام؟ الناس اللي بتسأل طب ازاي فاضل 3 شهور وهلحق اصلا؟ ده الجدول نزل، والجدول اول يوم امتحانات في شهر 6 12/6. ازاي هلحق ان انا الم المنهج؟ عايز اقول لكم والله العظيم 3، ومن وجهة نظري ودي عن تجربة شخصية، انا فضلت اذاكر من اول شهر 8 لحد شهر 12، وجيت عند شهر 12 لحد شهر 3 ما بذاكرش خلاص، تعبت نفسيا، ما بقاش عندي طاقة، ونسيت بقى كل اللي انا ذاكرته، كل المجهود اللي انا عملته ده نسيت كل حاجة فيه. بس فبدأت من اول شهر 3. اول ما بدأت معاكم انزل فيديوهات، هو ده الوقت اللي انا فعلا بدأت اذاكر فيه، ارجع اذاكر تاني وامسك الكتب واستعيد طاقتي تاني. ففي وقت، فانا يعني عايزكم تبداوا وتسيبكم من اي كلام بيتقال قدامكم من حيث ان اللي ذاكر ذاكر واللي ما ذاكرش خلاص، لا، طلعوا كل الكلام ده من دماغكم وابداوا وتحطوا الهدف اللي انتوا عايزينه. نفسكم في اعلام، حطوا الهدف ده في دماغكم. نفسكم في طب، حطوا الهدف ده في دماغكم. طب ده 3 شهور، ازاي نخش طب واحنا ذاكرنا في 3 شهور بس؟ والله العظيم بصوا، طول ما انتوا حاطين هدف عالي هتعرفوا تحققوا اقل منه. مش مثلا تقولوا لا انا بس نفسي اعدي صافي، ما انت لو قلت كده لا هتلاقي نفسك شايل 3 ملاحق، ان انت حطيت الحلم في دماغك الاول ان انت عايز تعدي صافي، فلا هتلاقي نفسك بتعيد السنة. انما لما تحط في دماغك حلم عالي فهتعرف على الاقل تحقق حاجة اقل منها. يعني مثلا نفسك في طب، فتلاقي نفسك عرفت تحقق ان انت تخش تمريض. ده مثلا انا بدي مثال على حاجة زي كده. انا مثلا كان هدفي ان انا اخش اعلام، كنت عايز اجيب 84%، ما جبتهاش، جبت 70%. ليه؟ لان انا وقفت مذاكرة فترة ورجعت اذاكر في شهر 3 وكنت ناسي كل حاجة، ما فضلتش استمر لحد الاخر. كمان كل واحد بياخد نصيبه، يعني انا رزقي مش مكتوب في كلية اعلام، ممكن رزقي مكتوب في الكلية دي، كل واحد مش عارف رزقه موجود فين، فكل واحد هياخد رزقه، واحنا مش علينا غير ان احنا نسعى وبس. احنا خلاص فاضل 3 شهور. الخطوة الاولى اللي انا عايزكم تعملوها حرفيا ان انتوا تبعدوا عن التليفون.
بجد. التليفون دوت شوفوا خزنه في الدولاب وارموها فيه وانسوا الباسورد بتاعها. ادوا لمامتكم، ادي لباباكي. لو انتوا ساكنين في بيت 3 ادوار حطوا في الدور الثالث، وعشان تكسل اصلا ان انت تروح تجيبه شيله مع اي حد او شيله في اي حته. المهم ان التليفون ده ما يبقاش معاك خلال ال3 شهور بوقت كبير، مفيش وقت تقعد عليه ال25 ساعه اللي انت كنت بتقعدهم في الايام العاديه اللي انت اصلا ما كنتش بتذاكر فيها. صدقوني ده العدو الاول والاخير، يعني ده الشيطان اللي في حياتكم، هو ده السبب فشلكم في اي حاجه والله العظيم. فحاولوا تبعدوا عنه الفتره دي على قد ما تقدروا. تاني حاجة اللي هو ازاي هنذاكر وازاي هندي نفسنا بريكات وكده. اول حاجة لازم نذاكر مواد التخصص مع بعضها في يوم واللغات في يوم. انا كنت بعمل كده، يعني كنت مثلا باخد التاريخ مع الفلسفة، الجغرافيا مع علم النفس، واللغات مثلا مرة انجليش مع عربي ومرة مثلا الماني مع عربي. كنت باخد الانجليش والعربي والالماني والعربي دايما مع بعض. يعني العربي كان اكتر حاجه بكررها عشان انا كان عندي مشكله جامده مع النحو. فانتوا قسموا بالطريقه دي على حسب ما يريحكم. عايزين تاخدوا كل ماده مع ايه دي براحتكم، المهم ان تكون مواد التخصص سواء ادبي او علمي تكون بتذاكروها مع بعضها، ومادتين في اليوم تخلصوا فيها على قد ما تقدروا، يعني تستمروا في اليوم ده براحتكم. طيب هناخد بريكات ازاي؟ في ناس بتعرف تواصل بال4 ساعات وفي ناس بتقعد بال5 ساعات، ومالناش دعوه بالناس دي. انت كل ساعة مثلا خد 10 دقايق، مش مثلا بريك بقى تروح تقعد لي تتفرج على التلفزيون ولا تمسك الموبايل، لا مثلا خش الحمام، قوم صلي، اعمل اي حاجة لمدة 10 دقايق ان هي ما تتوهكش عن اللي كنت بتعمله. بس تقوم تشرب، تفتح التلاجة تاكل طبق البامية البات اللي جوه التلاجة، اعمل اي حاجة ما فاهم ما تقعدش تسحبك وتجر في رجلك زي مثلا التلفزيون او الموبايل او الكمبيوتر. اي حاجه ممكن مثلا تروح تتشكل مع اخوك الصغير او تتفرج على فيديو من فيديوهاتي مثلا. اشتركوا في القناه، يلا اشتركوا عشان لما تاخدوا بريك تبقوا تتفرجوا عليا. المهم ان البريك يكون 10 دقايق، ربع ساعه ماكسيموم بس، ولا تزود ولا تقلل. في الوقت ده تكون مخلص كل حاجه، داخل الحمام، واكل، شارب، متكلم مع اهلك، كل حاجة، اي فكرة جاية في دماغك عايز تروح تقولها لاهلك، اي رغي، اي حاجة، مخلص تليفون، كل حاجة تخلصها في ال10 دقايق دول او الربع ساعة، معرفش ازاي بس اتصرف. بعدين ترجع تخلص الشابتر او الفصل المفروض تكمله وتكمل بقى، تاخد بريك تاني كل ساعة كل ساعتين على قد ما تقدر. لو هتعرف تعمل النظام ان انت تقعد 4 ساعات متواصلة من غير ما عقلك يتعب، فبرضو دي حاجة بترجع لك. يعني سيبكوا بقى من كلام ان لازم كل ساعة بريك وتفصلوا، الكلام بتاع علم النفس والخبراء ده لا، كل واحد يعمل اللي يريحه. في ناس بتعرف تذاكر الصبح بدري، في ناس بتعرف تذاكر الفجر، في ناس بتعرف تذاكر وهي سهرانة. فسيبكم من الكلام اللي هو العلمي الاوفر ده، كل واحد يعمل اللي هو بيريحه واللي شايفه ان هو مناسب جسمه وشخصيته. تالت حاجة بقى مرحلة اللامبالاة. ان هنا بقى الناس اللي خلاص خدوا مني تليفوني، اربطوني على الكرسي المكتب عشان اذاكر، اللي هو خلاص حرفيا الناس اللي هو ايه نايم على السرير كده وباصه للسقف وما بتعملش اي حاجه. هنا بقى تعمل ايه؟ بص، اخرج من مود ان انت اصلا عليك مذاكره والامتحانات كمان 3 شهور، وانزل اخرج، والله بكلمك بجد، انزل اخرج مع صحابك، انزل اقعد مع اهلك. وهنا هنضطر لسلاح احساسك بالندم بقى، ان انت بعد ما تعمل كل ده تبتدي بقى تحسس نفسك بالذنب. هو انا ازاي عمال اخرج وازاي عمال اعمل كل دوت وانا عندي امتحانات؟ سلاح كده اللي هو انت ايه، انت حاسس ان ضميرك يوجعك، ضميرك يعني الدبانه دي قرفاني اقسم بالله ان انت يبقى ضميرك، نسيت كنت بقول ايه، ما علينا. ان انت يبقى ضميرك مضايقك، تعمل حاجه تخلي ضميرك يضايقك بس علشان ترجع ان انت تذاكر. والطريقه دي يعني ممكن تجيب معاك، ولو ما جابتش معاك فانت لازم تفوق. قاعدين اهو بقول لك فوق، ارجوك يعني اتوسل اليك فوق. يبقى زي ما اتفقنا ان انت تعمل حاجه تحسسك ان انت ضيعت وقت. انا بص عايزك كده تحس بالمشاعر اللي هو بتاعت انا ندمان، انا ضيعت وقت هي المشاعر دي كده اللي هتخليك تتحرك، فاهمني؟ يعني انت حاول بقى ايه تحسس نفسك بالمشاعر دي باي طريقه.
تقف بقى كده قدام المراية انا فاشل انا لا استحق الحياة، وتقعد تندم كده، تندم عشان ضميرك يتحرك، ان انت الواحد يحرك ضميره دي عايزة بقى اللي هو ايه سلاح التأنيب الضمير ده بس. فالذنب بجد شعور قوي. رابع حاجة بقى وانا مش فاكر هي الحاجة الكام اصلا، دي اللي بجد انا مش بتمنى ان انت توصل لها، يعني اللي هي ان انت خلاص تبقى زنقت نفسك قوي. ونخش بقى في رابع حاجة اللي هي المواصلة، ان انت تفضل بتواصل وما بتنامش مثلا غير ساعتين في اليوم او 3 ساعات بالكتير، 4 ساعات بس. المرحلة اللي بنسميها بالبلدي كده اللي هي زنقة الكلاب بجد. طبعا بالنسبة لكلام الخبراء ان انت لازم تنام كويس وعشان تفوق وتبقى مركز وتعرف يبقى تحصيلك كويس وكل الكلام ده. بس لا، انت هنا بقى وصلت لمرحلة ان انت زنقت نفسك خالص، يعني عدى من ال3 شهور كذا مثلا يوم وانت لسه ما بدأتش. فلا يعني ما ينفعش نعمل بالكلام ده احنا لازما يعني طول الليل نسهر لحد ما نخلص، وما ننامش غير واحنا مخلصين الخطة اللي احنا حاطينها. يعني من بداية اليوم كده نحط خطة، انا النهاردة اخلص شابترين، يبقى ما تنامش غير لما تخلصهم. ما ينفعش اصلا ان انت تنام وانت مش مخلصهم وخلاص. الامتحانات فاضل عليها 3 شهور بس، 3 شهور دول يعني هما بجد مش مصير حياتك. مش هقول مصير حياتك، يعني هي مش قصة ان هي مصير حياة على قد ما انت تبقى عايز ان انت لما تطلع النتيجة تفرح اهلك بس. المهم بقى نرجع لموضوعنا، ان احنا لو وصلنا لمرحلة المواصلة اللي هو مفيش وقت حتى ان احنا ناكل ونشرب، اللي هو هنخش الحمام بالكتاب. عايز اقول لكم ان المواصله دي بتاعت الناس المخلصه بجد، الناس بقى اللي هي بيجيبوا علامات واللي احنا بنقول عليهم دحيحه، اللي هم بيجيبوا تقديرات كويسه ودرجات كويسه. دي الناس اللي هي ما بتنامش، اللي هي على طول ماسكه الكتاب، اللي احنا بقى ايه معروفين بكلمه دحيحه. فانت عايز تعدي من الزنقه دي لازم تفضل مستمر. ما هتنام 3 ساعات، انا عارف ان النوم مثلا هو كل حاجه في الدنيا وان الواحد لازم ينام، بس هنعمل ايه؟ مفيش وقت. انت اللي حطيت نفسك للوضع ده، وما تجبرش نفسك ان انت تتحط في الوضع ده. فابدا من دلوقتي، يعني مثلا ما تستناش لما ال3 شهور دول نصهم يخلصوا فتقوم بادئ قبل الامتحانات بشهر ونص، وتقعد لي بقى كل ليله امتحانات تقعد عمال تعيط وتقعد تدعي ان انت تنجح باي طريقه، ان تحصل معجزه عشان تنجح. طيب ازاي بقى تفضل تواصل على المذاكره لو مثلا جالك احساس بالنعس كده، ان انت عايز تنام وخلاص ما بقتش قادر؟ اصلا انا في الطبيعي اول ما بفتح الكتاب بحس ان انا عايز انام. ان انت تستخدم منبهات، قهوة، شاي بلبن، اسبريسو، كابتشينو، اي حاجة بتفوق اعملها. طب في ناس بقى ايه اصلا ما تشرب الحاجات دي بتحس ان هي عايزه تنام اكتر، وانا من الناس دي. فانا هقول لكم على حاجتين انا كنت بعملهم علشان ما احسش بالنوم، تستغربوا لهم بس بجد لما تجربوهم هتلاقوا ان هما كويسين، هينفعوا معاكم. اول حاجه شرب الميه كتير. اول حاجه كنت بعملها ان انا اشرب ميه كتير، فانا كل 5 دقايق هضطر ان انا اروح اقوم من الحمام، يعني فانا مش هحس كده ان انا عايز انام، يعني كل شويه هاجري على الحمام فهفوق، هيبقى في حركه. يعني انا عملت موضوع الميه ده في ليله امتحان التاريخ، لان انا كنت خايف من امتحان التاريخ جدا، ففضلت بقى اشرب ليله امتحان التاريخ دي ميه كتير، وكل 5 دقايق اخش الحمام عشان افضل جسمي بيتحرك وما احسش ان انا نايم، اللي هو ايه في حركه كده. ورحت امتحان التاريخ ده وانا نايم 3 ساعات بس او 2.5 ساعات ساعتها انا فاكر. رحت وحليت يعني الحمد لله، والتاريخ عدى معايا على خير الحمد لله. تاني طريقة بقى اللي هو ان انت تحط حاجة مززة على لسانك، ليمونة، حاجة طعمها مزز، اللي هو اول ما تحطها على لسانك يقوم جسمك مقشعر كده، فدي بتدي لمخك تنبيه ان انت تفوق. فكنت بعمل الحاجتين دول، او اغسل راسي تحت الحنفيه، برضو كنت بعمل الحاجه دي. يعني هما 3 حاجات مش حاجتين، تغسل راسك بميه ساقعه تحت الحنفيه، تحط ليمونه على لسانك او تقطم منها حته، تشرب ميه كتير. ده هيفضل يخليك فايق وان انت قادر ان انت تواصل. لو طبعا انت بقى ايه القهوه والنسكافيه والشاي بلبن والشاي والحاجات دي كلها خلاص اصلا ما بقتش تعمل معاك اي حاجه، احب افكركم ان الفيديو ده مش للناس اللي مخلصه المذاكره وكل حاجه معاها تمام. الفيديو ده للناس اللي واقعه خالص، اللي هم المزنوقين الزنقه المنيله والدنيا متبهدله معاهم خالص وقلقانين من الامتحانات. وبرضو الفيديو مش عشان الناس تاخده كمثال،
الفيديو للناس اللي هم واقعين في مشكلة، فحاولوا على قد ما تقدروا ما توصلوش للمرحلة دي. يعني بجد لما تجرب احساس ان انت مخلص المذاكرة قبل الامتحانات بفترة، فدي بجد بتبقى حاجة حلوة كده، والواحد بيحس بقى ان هو مرتاح وقاعد مالك كده، اللي هو ما ورهوش اي حاجة. اتمنى تكونوا استفدتوا، وانا حاسس ان انا طولت عليكم خلاص بقى كفايه كده. ان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم تخشوا كل الكليات اللي نفسكم فيها، وتبقوا ناس رهيبه وناس جميله وبحبكم قوي يلا باي.